السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم في قناه نادي الزمالك نيوز. هنقدم لكم كل اخبار الزمالك الجديده، وهنتكلم كمان على اول الاخبار. ناصر منسي بيقترب من نادي الزمالك، اقاله المدير الفني جيسوالدو فيريرا، وتعيين اسامه نبيه مديرا فنيا لنادي الزمالك. اتمنى قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك وكمل معايا الفيديو للنهايه. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. وهنبدأ بأول خبر معانا بيتعلق باللاعب بنك الأهلي ناصر منسي، واللي هو بيقترب بشدة من نادي الزمالك. اللاعب عنده رغبة كبيرة إن هو يتنقل لنادي الزمالك. اللاعب لحد دلوقتي مسجل هدفين مع البنك الأهلي، والزمالك عنده إصرار كبير إن هو يخلص مع اللاعب. الصفقة دي هيخش فيها لعيبة زي بيع نهائي لأسامة فيصل. أنا شايف أسامة فيصل مهاجم كويس جدا، وبرضه أثبت نفسه مع نادي الزمالك، ولكن شاب موهوب جدا والزمالك ضحى بيه من اجل الصفقه دي. واستمرار اعاره حمدي علاء للبنك الاهلي. طبعا مستشار مرتضى منصور بيخلص كل حاجه دلوقتي بالنسبه للصفقه، والصفقه هيعلنوا عنها خلال الساعات القادمه. الصفقه تتكلف بالظبط 20 مليون جنيه. قولوا لي تحت ليكم في الكومنتات انتم مقتنعين بناصر منسي ان هو هيفيد نادي الزمالك ولا لا. والخبر الثاني بعد كده بيتعلق بالمدير الفني جيسوالدو فيريرا، وامبارح اقلوه بعد نهايه مباراه فوز غزل المحله على الزمالك في المحله. ولكن برضه مش هنقدر ننكر الراجل ده حقق نجاح مع نادي الزمالك. اشتغل طبعا وسط وقف قيد، وعمل من بعض اللعيبه الناشئين دول خلالهم كمان مكان في الفريق، وحجزوا اماكن في التشكيله الاساسيه. ودي حاجه تحترم من جيسوالدو فيريرا بصراحه. وقدم موسم السنه اللي فاتت محترم جدا، فوزنا بالدوري والكاس برضه تحت قيادته، وعمل شغل عظيم جدا، واحد مش هيقدر ينكر ده. ولكن برضه لاحظوا ان السن بتاع فريق كبير، وفي نفس الوقت برضه هو يعني حاسس مش هيقدر يتحمل الضغوطات. لسه لحد دلوقتي ما دخلناش في افريقيا ولسه برضه، ولكن للاسف برضه ضاع مننا الكاس. واتمنى ان يعني اسامه نبيه يظبط الدنيا في موضوع الدوري حتى في بدايه الدور الثاني. ما تصدقوش طبعا الناس بتقول لك الدوري راح للاهلي، لسه في فرصه في الدور الثاني. لو ظبطنا موضوع الفوز شويه ممكن ساعتها نرجع مره ثانيه للمنافسه. لسه الدوري في الملعب، ولسه اتمنى بس ان اسامه نبيه يحسن من مستوى اللعيبه شويه، واللعيبه ترجع شويه لفورمتها. خصوصا كمان شهر 2 هيكون فيه مواجهات قويه جدا، اللاعب شباب بلوزداد، فالموضوع شويه يكون تقيل شويه على لعيبه الزمالك. ولكن تعيين اسامه نبيه علشان برضه هو كان مع فيريرا خلال الفتره اللي فاتت، ولما كان معاه في موضوع الدوري والكاس، وكان مع كالديرون وعارف اللعيبه كويس جدا وكان قريب منهم. واتمنى ان هو يكون اضافه لنادي الزمالك ويحسن من اللعيبه. فاتمنى حتى ان هو يدعم اللعيبه نفسيا، ان واضح كده اللعيبه نفسيا واقعه خالص. اتمنى برضه يرجع لمستواه. نفس الكلام امام عاشور، سيف الجزيري. اتمنى لعيبه شويه تفوق من اللي هي فيه ده، لان احنا لسه في بدايه السنه وبدايه الموسم، وعايزين لعيبه تشد شويه وتثبت نفسها اكتر من كده. فاكرين طبعا وليد الركراكي مدير الفني بتاع الوداد، خد معاهم دوري ابطال افريقيا وراح مسك منتخب المغرب. اتمنى حتى ان اسامه نبيه ينجح في قيادته لنادي الزمالك، ويخلينا على الاقل ناخد بطوله في خلال الفتره اللي جايه. وقولوا تحت لكم في الكومنتات بالنسبه لتعيين اسامه نبيه مدير فني لنادي الزمالك، شايفين ان هو يصلح وايه رايكم فيه، وهنشوف هيقدم ايه مع نادي الزمالك. والخبر اللي بعد كده بيتعلق باللاعب محمود شبانه، وانتظم النهارده في تدريبات نادي الزمالك الجماعيه. اللاعب الزمالك كان محتاج مدافع خلال الفتره دي، ومحمود شبانه اتمنى ان هو يكون اضافه في ظل طبعا تراجع مستوى الونش والزناري، وطبعا مستوى حسام عبد المجيد شايف برضه ان هو نزل شويه خلال الفتره اللي فاتت. فاتمنى ان الدنيا تظبط مع الدفاع شويه خلال الفتره اللي جايه. شفنا تواصل ما بين الونش وجيسوالدو فيريرا بيودعوا، لان برضه اكيد الونش استفاد من خبرات جيسوالدو فيريرا خلال المرحله اللي فاتت. هو دلوقتي في قطر بيعمل طبعا تدريبات علشان يرجع ويكون جاهز للمشاركه خلال الايام اللي جايه. الخبر اللي بعد كده بيتعلق بعبد الله السعيد. طبعا الزمالك عارف ليه مصمم على عبد الله السعيد رغم ان هو مشارك مع بيراميدز في الكونفدراليه وسنه كبير، وهو اضافه وكل حاجه، بس للاسف انت تستفيد منه سنه واحده او سنه ونص. وعبد الله السعيد دلوقتي الزمالك دخل معاه في مفاوضات مباشره. شفنا مرتضى منصور بيقرر الدخول مع سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز لحسم الصفقه خلال الساعات اللي جايه، ان احنا عارفين ان القيد
هيقفل يوم 31 يناير. فالزمالك بيحاول يخلص دلوقتي عبد الله السعيد من بيراميدز. اللاعب عنده رغبه، اكيد عنده رغبه ان هو يختم في نادي الزمالك، نادي جماهيري. فنتمنى ان الصفقه تخلص ونشوف نادي الزمالك عنده لعيبه تقدر توقف يعني النادي على حيله وينافسوا في نفس الوقت على الالقاب خلال الفتره اللي جايه. متنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك معنا في القناه وفعل الجرس على الكل، واللي تحت رايك في فيديو اخبار النهارده، واشوفكم على خير. يلا سلام.